السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم أحمد. النهاردة هنتكلم عن تجربة اكس رايز بارت 2. بارت 2 هنتكلم عن الشغل العملي أكتر، بنفتح السوفت وير زي ما هنشوف في الفيديو اللي بعد ده. الفيديو ده مهم جدا، وبنظبط الفولتج على 35 كيلو فولت، الاميشن كارنت على 1 ملي امبير، وبنظبط التايم بتاعنا ستيبس كل 10 ثواني، ونظبط بعد كده الستيب الصغيرة الدلتا بيتا ب 0.1، والليميت بتاعنا اللي هنوصل له هيبقى ما بين من الأربعة لحد ال22، وبنضغط سكان وبنسيب الجهاز شغال، بيفضل شغال لحوالي مثلا 40 دقيقة أو ساعة إلا ربع. وبنبدأ إن احنا عايزين نرسم ما بين الN لامدا والساين سيتا، وبنعمل الكلام ده على جهاز الأوريجين. بس في بعض الملاحظات المهمة، احنا بيظهر معانا على الجهاز رسمة شبه دي، يعني ممكن ما تبقاش قوي دي، هي بتبقى شبه دي. بيبقى باين هنا قدامي ان ده الكي الفا العالي وده الكي بيتا، هنا الاوردر بواحد، هنا الاوردر باتنين، هنا الاوردر بتلاتة. وبنبدأ نرسم علاقة، نشوف بقى عند كل واحدة من دول بنشوف السيتا بكام، بعد كده نجيب الساين سيتا، وبعد كده هنا مرة دي كده الكي ألفا ودي كي البيتا، بعد كده نضرب ال N في اللامدا بتاعت الكي ألفا جيفن ب 71.08 بيكومتر، والكي بيتا ب 63.09 بيكومتر. هنا بقى نبقى 2 في الرقم ده، بعد كده 2 في الرقم ده، بعد كده 3 في الرقم ده، وبعد كده 3 في الرقم ده. وهنا بنجيب السيتا الأولى، السيتا التانية، السيتا التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة. طبعا العالي هو الكي ألفا والقليل بيبقى الكي بيتا. ونبدأ نرسم العلاقة بين ال N لامدا بالبيكومتر والساين سيتا، ونحسب الاسلوب، هيبقى خط واحد طبعا مش خطين، ونحسب ايه الاسلوب بتاعنا. طيب لما نحسب الاسلوب هو الكوفيشنت اوف اكس اكسس، يعني المضروب في الاكس اكسس. فين الاكس اكسس بتاعي؟ ده الساين سيتا، فالمضروب فيه هو الاي نوت اللي هو اللاتس بارامتر. بس في شوية حاجات عايزين نفهمها. ايه الان ده؟ يعني ايه الاوردر؟ يعني هي دي من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نفهمها، ونفهم الكومنت كمان ايه هو. في البداية ال N ده أو diffraction order ده بيريبريزنت عدد ال wavelengths by which the phase difference between ال X-ray reflected from successive lattice planes equal an integer multiple of wavelengths allowing constructive interference. يعني ايه؟ بص معايا دلوقتي، لو انا عندي بلين وعندي بلين، اوكي؟ طيب بيحصل ما بينهم وبين بعض constructive interference، يدخل الري زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات، ويدخل ري تاني، ويعملوا الاتنين reflection، وبعد كده يحصلوا ايه؟ constructive interference. لازم الفرق او الباس ديفرنس اللي ما بين التو ويفز يبقى بيساوي ايه؟ لازم يكون بيساوي 1 لندا، 2 لندا، 3 لندا، وهكذا. ايه الواحد؟ ايه الاتنين؟ ايه التلاتة؟ واحد ده يعني عدد الموجات اللي في الباس ديفرنس. عدد الموجات لازم يبقى عدد انتجر، يعني 1 لندا يعني كأني كده قلت موجة كاملة، 2 لندا يعني موجتين، 3 لندا يعني انا كده عندي 3 موجات كاملة بين الويف الأولى اللي دخلت على البلين الأولاني والويف التانية اللي دخلت على البلين التاني. وده اتشرح في آخر الفيديو اللي فات بالتفصيل. فانت لازم تبقى عارف ان ال N ده بيساوي الاوردر، يعني عدد الموجات اللي موجودة في الباس ديفرنس اللي بيبقى between التو ويفز بتوعي، اللي هي الويف الانسيدنت والويف الريفلكتد. طيب لما ال N ده بيزيد، ايه اللي حصل في الرسمة اللي قدامي؟ ال N كل ما زاد واضح قدامي ايه؟ ان الثيتا زادت حتى هنا في الرسمة، يعني ان لامدا، اللامدا ده رقم ثابت كده كده. فلما تيجي تبص على ال N هنا، ال N هنا، ال N هنا، بتزيد معاها ايه؟ الثيتا. ده معناه ايه؟ يعني as the diffraction order N increases ال Bragg's angle theta also increases. ده عشان أول حاجة يوريك إن العلاقة دي لينير، إن N لاندا علاقتها لينير مع الساين سيتا. وأنا كده ببدأ إن أنا إيه؟ أوصف لأي كومنت. عشان أكتبه صح لازم أولا أوصف الرسمة. طيب الرسمة اللي قدامي دي وأنا بوصفها هي عبارة عن إيه؟ علاقة لينير، فلازم أقول إن هي علاقة لينير ما بين ده وما بين ده، فهي بتأكد إن القانون ده صح. لو العلاقة دي مش لينير يبقى القانون ده فيه مشكلة أو أنا عامل حاجة غلط. طيب فمعنى كده إن كل ما ال N بتزيد الساين سيتا بتزيد. ليه؟ اللامدا ثابتة والتو دي برضه ثابتين ما بيتغيروش. therefore higher order reflections
from the same planes appear as progressively larger diffraction angles. يعني أنا عندي diffraction angles هي اللي اختلفت، الثيتا هي اللي اختلفت كل ما ال n زاد. ده معناه إن الكريستال structure والدي spacing ثابتين ما بيتغيروش. يعني هنا كده الدي spacing هي هنا هي هنا، ال A هو هنا هو هنا هو هنا. احنا بنتعامل مع نفس السيل مع نفس التو بلينز. التو بلينز الدي بتاعتهم ما اتغيرتش، الدي بتاعتهم unchanged. طب ليه الانتنستي اتغيرت؟ لا ده سؤال ممكن نجاوب عليه. ليه الان هنا الانتنستي بتاعتها اعلى من ان 2 اعلى من ان 3؟ ده سؤال مهم جدا نجاوب عليه. معنى ان الانتنستي عليت ده معناه الويف اللي داخله دي يا شباب وهي داخله بانجل سيتا، هل كلهم داخلين بنفس السيتا؟ لا طبعا، مش كلهم داخلين بنفس السيتا، السيتا بتاعتهم مختلفة. بدليل اللي قدامك ده، ان لما دخل في السيتا الاولانية ده الاوردر الاولاني، هنا مثلا دخل بسيتا مختلفة، هنا دخل برضو بسيتا مختلفة. فعند كل اوردر من دول السيتا كانت مختلفة، الانجل اوف انستنت كانت مختلفة، فدي لازم تخلي بالك ايه منها. فاحنا معنى ان الانجل اختلفت الانتنستي قلت. طب ليه لما الانجل زادت الانتنستي قلت؟ ده بسبب عملية السكاترنج اللي حصل. ممكن الويف بتاعتي اللي هي الاكس راي وهي داخلة يحصل لها عملية سكاترنج، فالسكاترنج ده ممكن الافشنسي بتاعته تقل او تزيد. لو السكاترنج الافشنسي بتاعته زادت ده معناه ان هو هيتعكس ويبدأ يحصل عملية الديفراكشن او عملية الانترفيرنس اللي هتحصل بعد كده. لكن لو السكاترنج بتاعي الافشنسي بتاعته قلت ده معناه ان الديفراكشن بتاعي الكواليتي بتاعته اللي هتحصل هتبقى قليلة، الانتنسي اللي هيظهر معايا هيبقى قليل. كمان نقدر نقول ان مع زيادة السيتا الانتنسي قلت، ده بسبب عملية الدي كوهيرنس. كل ما زادت فاحتمالية السكاترنج بتقل، فاحتمالية انه فالاشعة الاكس راي دي تمتص من المادة ما يحصلهاش عملية السكاترنج، فاحتمالية السكاترنج لما تقل او يحصل سكاترنج ولكن وهو بعد ما حصل له سكاترنج يخبط في حاجة تاني وما يعملش عملية الديفراكشن والانترفيرنس، فده بنقول عليه انكريز عملية الديكوهيرنس. الديكوهيرنس اللي هو انا المفروض ان يبقى الفرق بين التو ويفز 1 لامدا 2 لامدا، لا ده انا لما بزود الاوردر كل ده معناه ان انا بقلل احتمالية ان الديكوهيرنس بتاعتي تقل. يعني الكوهيرنس ان انا محتاج ان الاتنين ويفز يبقوا يعملوا مع بعض عملية الكونستراكتيف انترفيرنس. معنى ان انا زودت الان معناها ان انا قللت عملية الكونستراكتيف انترفيرنس اللي ممكن تحصل. ليه قللتها؟ لان الزاوية اللي انا دخلت بيها دي، الزاوية دي خلت السكاترنج افشنسي بتاعته قليلة. الزاوية خلت السكاترنج افشنسي قليل، فبقى يحصل احتمال اكبر انه يحصل له ابسوربشن، او بعد ما يحصل له سكاترنج يحصل له ابسوربشن من اي الكترون او من اي اتوم موجودة في الكريستال بتاعتي. بالنسبة للجزء التاني بنبدأ ان احنا نغير الفولتج بالشكل اللي قدامنا ده. يعني مثلا هنا 35 30 25 20، بنقلل طبعا 35 كيلو وهنا كيلو فولت، هنا طبعا 25 كيلو فولت وهكذا يعني. طيب فطبعا لما بنبدأ نقلل بنلاحظ طبعا ان حصل شوية تغيرات في السبيكترا. اول حاجة بنلاحظ ان هنا بس الانتنستي اللي اتغيرت لكن بتبقى نفس الايه الويف لينس نفس اللامدا. هنا بنلاحظ برضو نفس الكلام، يعني هنا دي الكي الفا ودي الكي بيتا. طيب هنا برضو بنلاحظ ان حصل ليفت شيفت لمين؟ لللامدا نوت. طيب كويس. فاحنا هنرسم سلوب اوف ذا جراف بتوين الاكسلريتنج فولتج، هنرسم سلوب ما بين الفولتج وده اللي احنا بنغيره بايدينا فبنحطه على الاكس اكسس، وما بين الواحد على لامدا نوت. وبعد كده نبدأ نعمل السلوب بتاعنا، بس واحنا بنعمله على الاوريجن نعمل له انترسكشن مع نقطة الزيرو زيرو عشان يعني يطلع نتيجة أدق لبلانكس كونستانت اللي هو المفروض يطلع ب 6.626 في 10 باور نيجاتيف 34. احنا عارفين ان الفوتون انرجي بتساوي اتش نيو او في اتش في سي على لامدا، وبرضو عارفين ان الانرجي بتاعت الالكترون بتساوي الاي في الفي. طيب لو احنا بقى قلنا ان الماكسيموم الكترون بتاعي هيساوي
الفوتون اللي هيخرج كله، يعني الماكسيمم كاينيتيك انرجي اللي داخل بتاعة الالكترون كلها تتحول لفوتون. فهقول ان الاي في الفي هتساوي اتش في سي على لامدا، بس وميزت اللامدا دي وقلت ده عند حالة الكات اوف بنسميها لامدا نوت. طيب لو رسمت بقى علاقة بين واحد على لامدا نوت والفي، يعني خليت واحد على لامدا نوت على الواي اكسس والفي على الاكس اكسس، فالسلوب هو برضو الكوفيشنت اوف اكس اكسس، يعني المضروب في الاكس اكسس اللي هو اي على اتش في سي، يبقى ده قيمة السلوب. وابدأ اجيب بقى طبعا الاتش هنا واقسم على السلوب، انا كده ابقى جبت الايه الاتش بتاعتي. طيب كويس جدا. عايزين بقى نفسر الكلام اللي ظهر معانا ده. نفسره ازاي بقى؟ بص يا سيدي، as the accelerating voltage increase، كل ما زودنا الفولتج بتاعنا a clear enhancement، يعني في حصل تحسن في الانتنستي اوف كاركترستيك كي الفا وكي بيتا. الكي الفا والكي بيتا زادوا وده اللي بان. كمان حصل عندي systematic shift للايه للكات اوف ويف لينث بتاعتي لشورتر، يعني او ممكن اقول ان حصل عندي higher cut off frequency، او نقول مثلا shorter values من الويف لينث حصلت تو ليفت ناحية الشمال. يبقى انا الاول وصفت الحاجة اللي ظهرت قدامي، انا هنا بس بوصف، قلت ده زاد، ده كده قل، ده حصل له شيفت شمال، ده حصل له شيفت يمين. كل اللي انا عملته هو شغل توصيف. طيب الانكريز بقى في الكاركترستيك لاين انتنستي اللي حصل عندي، الزيادة في الانتنستي اللي حصلت عندي في الرسمة اللي فاتت، جت منين؟ جت from higher kinetic energy of incident electrons، جت من الكاينيتيك انرجي العالية من الالكترونات الداخلة. ليه بقى؟ الكاينيتيك انرجي لما زادت ده زود البروبابيليتي ان الالكترون يعمل انتراكشن مع الانر شيل ويعمل له ايونيزيشن، يعني ده زود الانر شيل ايونيزيشن بتاعي، زود البروبابيليتي. كل ما اديته طاقة هو داخل بيها التارجت، فانا زودت احتمالية انه يعمل انتراكشن للانر شيل بتاعي. وكل ما بزود الفولتج larger fraction of electron exceed ال K shell binding energy، يعني انا زودت الفولتج فزيادة، يعني انا بوضح الجملة اللي قبلها، فزودت عدد الفراكشنز مجموعة الالكترونز اللي هتوصل للكي شيل انا زودتها، فعشان كده ده زود الانتنستي resulting in more frequent creation of K shell vacancies، يعني انا عملت vacancies كتيرة في الكي شيل، وبالتالي consequently stronger K alpha و K beta emission through radiative electronic transition، بسبب طبعا عملية الايه electronic transition. يبقى انا لما زودت الفولتج انا زودت احتمالية الانتراكشن مع الانر شيل، لاني زودت عدد الالكترونات اللي هتقدر توصل للكي شيل وتقدر تاكسيد البايندنج انرجي بتاعة الكي شيل وتعمل عملية الايونيزيشن. simultaneously في نفس الوقت الكات اوف ويف لينث حصل لها ليفت شيفت، ليفت وورد شيفت. ليه بقى؟ بسبب ان الماكسيمم كاينيتيك انرجي of the electron scale linearly with the accelerating voltage، يعني كل ما الفولتج بيزيد اللي حصل عندي ان الكاينيتيك انرجي زادت. ليه؟ لان الكاينيتيك انرجي بتساوي الاي في الفي، ده كلام احنا عارفينه. فبنقول at the cutoff condition the entire electron energy، كل الالكترون energy is converted into a single photon، ده عند الكات اوف عموما. عند الكات اوف كونديشن ان كل الانرجي بتاعت الالكترون اتحولت لفوتون واحد اللي خرج بس. طب والفوتون ده الانرجي بتاعته قد ايه؟ هي الاي في الفي اللي هي كانت مع الايه مع الالكترون، هو اتش في سي على لامدا اللي هو الانرجي بتاعت الفوتون بتساوي الاي في الفي. فانكريزنج الفولتج، لما انت حضرتك بتزود الفولتج therefore increase الماكسيمم attainable photon energy، يعني انا زودت الفوتون انرجي اللي هيخرج. ليه؟ ما هما العلاقة بينهم لينير، يعني انت دلوقتي الكات اوف ده معناه ان كل الانرجي بتاعت الالكترون اتحولت لسنجل فوتون، لفوتون واحد. طب انا زودت الانرجي بتاعت الالكترون، يبقى انا هزود الانرجي بتاعت السنجل فوتون اللي هيخرج، which correspond to higher cutoff frequency and smaller minimum wavelength، يعني زودت الكات اوف frequency، وده معناه ان الويف لينث قليله، لان احنا عارفين الويف لينث هي عكس الفريكونسي، والكلام ده احنا عارفينه. وطبعا البيهيفير ده اللي حصل قدامي ده is independent، يعني لا يعتمد على التارجت ماتيريال. وده بيوضح لنا حاجة مهمة جدا، بيرفلكت الفاندامنتال انرجي conversion process، يعني عملية الانرجي conversion اللي حصلت، عملية ان الطاقة اتحولت من الالكترون اللي كانت مع الالكترون وتحولت للفوتون، يعني انتقلت
من الإلكترون للفوتون. ده طبعا بيوريك ان يعني الكلام ده بيأيد الكلام اللي قالته الكوانتم ميكانيكس. احنا قلنا في الكوانتم ميكانيكس ان الانرجي بتساوي اتش في نيو، فلما نلاقي ان احنا زودنا الفولتج بتاعت التيوب فزود الكاينيتيك انرجي بتاعت الالكترون، حصل ليفت شيفت لللامدا نوت، يعني معناها ان الانرجي كمان هي زادت. يبقى انا بقول فعلا ان القانون ان الاي بتساوي اتش في سي على لامدا ده قانون صح. انا كده اثبته ايه؟ معمليا انه صح. ليه؟ لاني لما زودت الفولتج لقيت حصل شيفت، فمعمليا لقيت ان القانون ده صح. وده بيؤكد الكلام النظري اللي افترضه الكوانتم ميكانيكس وبلانك ان الاي بتساوي اتش نيو بتاعة الفوتون. الجزء الثالث عندنا هو لما بنغير الكرنت. غيرنا الكرنت كذا مرة وظهر لنا عندي الشكل اللي قدامي ده. طيب لما غيرنا الكرنت ايه بقى الفيزيكس بتاعته؟ تعال نبص عليه الاول. اللي حصل ان تقريبا ان كل اللامدا نوت ثابته، ولكن كل اللي حصل هو ايه؟ انتنسي اتغيرت، سواء في الجزء بتاع البيرمشترونج اللي هو الجزء الكونتينوس او الجزء الكاركترستيك. طيب كويس قوي. الفيزيكال كومنت بقى للموضوع ده هو ايه؟ varying the tube current led to a proportional increase، يعني اداني proportional increase يعني زيادة في الاوفرول intensity بتاعت الاكس راي spectrum while leaving both cutoff wavelengths and the positions of characteristic K alpha و K beta unchanged. يعني البوزيشنز بتاعت ال K alpha وال K beta وال cutoff كلهم unchanged. يبقى انا اول حاجة في الكومنت بوصف الرسمة. طب تاني حاجة ببدأ اقول اسبابي لكل كلام انا وصفته. This behavior reflect the fact that ان والbehavior ده بيعكس الفاكت بتاعت التيوب كارنت كنترول عدد الالكترونز اللي هتعمل striking، يعني هتخبط للتارجت بير يونت تايم rather than their individual kinetic energy. يعني kinetic energy ملهاش اي تدخل. انا كل اللي انا عملته انا زودت عدد الالكترونات اللي هتنتراكت مع التارجت. as the current increases the rate of electron target interaction raises، يعني عدد الالكترون مع التارجت انتراكشن زاد، فده هيديك عدد اكتر من الفوتونز بتاعت الاكس راي without alerting الماكسيموم انرجي، من غير ما يغير اي حاجه في الانرجي. هو كل اللي عمله بس ان انا لاحظت ان عدد الفوتونز ابتدى يزيد، يعني عدد الفوتونز زاد. يعني عدد الفوتونز زاد يعني السبكترا زاد، فده زاد نتيجة ايه؟ جاي نتيجة ان الريت اوف الكترون تارجت انتراكشن زاد. فممكن نقول برضو ان increasing الكارنت من physical perspective، يعني ان increasing الكارنت enhances يعني عمل تحسين للبيرمشترونج، لجزء البيرمشترونج باك جراوند والكاركترستيك لاين intensities. ليه؟ because more electrons are available to generate radiation. زودت عدد الالكترونز اللي ممكن تجنريت radiation. however ولكن since ال accelerating voltage remain constant، انا ما جيتش جنب ال accelerating voltage، فالانرجي distribution emitted of photon unchanged نفس الشكل، ما حصلش اي شيفت شمال اي شيفت يمين، ما حصلش اي حاجة، resulting in identical cutoff positions and fixed line spectra. يعني انا لقيت ان الكات اوف ثابتة واللاين سبكترا ثابتة، وده بيكونفيرم ان التيوب كارنت هو اللي بيتحكم في الانتنستي بتاعت الاكس راي. وبس كده نكون خلصنا. وممكن تسيب لي اي سؤال عن اي جزء انت مش فاهمه في الكومنتس، نبدأ نجاوب عليه. وادعمني جدا، اعمل سبسكرايب للقناة واللايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، السلام عليكم.